شباب، رجعنا مع بعض في بارت 2. يلا بينا على بركة الله نكمل في باقي المحاضرة بتاعتنا. العيلة رقم 2 اللي احنا هنتكلم عليها، او عيلة رقم 2 و3 هما البلوكرز بتوع النيكوتينيك ريسبتورز. احنا خلاص في البارت 1 اتكلمنا عن البلوكرز بتاعت الماسكرينيك ريسبتورز، ودايما نفتكرهم ان هو الجاد فازر بتاعهم هو الاتروبين. تمام، الاتروبين والعيلة بتاعته. طيب النيكوتينيك ريسبتورز بقى عندي نوعين، في نوع NM ونوع NN، صح كده؟ افتكر معايا ان احنا كان ال NN ده بيبقى موجود فين؟ على الاوتونوميك جانجليا، وموجود على الادرينال مضله. لو احنا هنعتبر الادرينال مضله حاجه منفصله، بس انا كنت قلت لك عليها موديفايد جانجليا فما ينفعش تنساها. وموجود كمان في السنترال نيرفس سيستم. وعندي ال NM وده كان موجود في النيورو ماسكولار جانكشن. والنيورو ماسكولار جانكشن ده سوماتيك نيرفس سيستم ولا اوتونوميك؟ ده كان سوماتيك. والسوماتيك ده بيتميز بايه او بيفرق ايه عن الاوتونوميك؟ بيفرق ان هو فولانتري، ده من الحاجات اللي احنا بنسيطر عليها، موجود على العضلات الهيكليه، سكيليتال ماسلز. اوكي، فاذا دول الادويه اللي هتبلوك النيكوتينيك اللي هنتكلم عليه. طب هل احنا كنا عملنا ادويه تشغل الريسبتورز دي في المحاضره اللي فاتت؟ لا، احنا ما اتكلمناش في المحاضره اللي فاتت عن ادويه تشتغل على النيكوتينيك ريسبتورز. طب هل هو موجود؟ هو موجود، ولكن ما جبناش سيرتهم لان هم مش كلينيكال يوزد، هم اكسبيرمنتلي اكتر. يعني وهم اقرب ما يكونوا الى سموم مش ادويه يعني. اوكي، طيب يلا بينا نشوف. طبعا النيكوتينيك ريسبتور يعني افكرك ان هو ليجند جيتد ايون شانل، وهو بالاخص الايون اللي احنا بنتكلم عليها. سوري يا شباب، الايون اللي احنا بنتكلم عليها هي الصوديوم. اوكي، زي ما انت شايف الصوديوم ايون لما الشانل بتفتح الاستايل كولين بيمسك هنا، زي ما انت شايف المكان بيمسك، فتروح الشانل تفتح فيروح الصوديوم داخل فيحصل ديبولاريزيشن، فالاشاره العصبيه تنتقل. اوكي يا شباب، ده بس بنفكرك بالايه، بالدنيا ماشيه ازاي والكلام ده كله. طيب they block all، اول يعني تاني عيله بقى، العيله اللي هم الجانجليونيك بلوكرز. مين الجانجليون بلوكرز دول او الجانجليونيك بلوكرز؟ دول اللي بيوقفوا ال NN. ده مهم عشان الام سي كيو يا شباب، بتهلكوا نفسكم في تفاصيل كتير وتنسوا الكلاسيفيكيشن الاساسي، تنسى اسم العيله. ما ينفعش تنسى اسم العيله، اصل الامتحان الام سي كيو بكل بساطه هيقول لك مين الجانجليونيك بلوكرز، بيقفلوا ايه؟ NN ولا NM ولا ام ولا بيقفلوا ايه بالظبط؟ خلاص لازم تبقى انت عند الحاجات دي الاساسيه تبقى انت مذاكرها. فالجانجليونيك بلوكرز هم اللي بيوقفوا مين؟ ال NM. ليه سموها جانجليونيك؟ عشان خاطر ال NN موجود في الاوتونوميك جانجليا، صح كده؟ طب تخيل معايا ان انا هوقف الريسبتور اللي موجود في كل الاوتونوميك جانجلياز اللي في جسمك. ده ايه ده عبط، ده صباح البتنجان خالص. طب يعني الايفكت بتاعه هيبقى يعني متوقع؟ قال لك لا، قال لك ده بيقفل كل ال NN ريسبتورز سواء سمباثيك او بارا سمباثيك، لان دائما ابدا اي عصب سمباثيك واي عصب بارا سمباثيك في جانجليا في النص، فهو بيوقف ال NN في اي حته فيهم. طب يا دكتور النت افكت هيبقى عباره عن ايه؟ قال لك بقى ساعتها هيبقى عباره عن العضو ده مين اللي المسيطر الاكبر عليه؟ هل السمباثيك هو المسيطر الاكبر ولا البارا سمباثيك هو اللي مسيطر الاكبر على العضو؟ فلو احنا وقفنا الاوتونوميك جانجليا بتاعه الجوز بتاعه السمباثيك والبارا سمباثيك، العضو ده هيحصل فيه ايه؟ قال لك الافكت اللي هيظهر على العضو ده هيبقى هو الافكت اللي بيحصل نتيجه ان احنا وقفنا السيستم ذو التاثير الاكبر على هذا العضو. طب اديني امثله. هقول لك امثله في البلاد فيزلز مثلا. البلاد فيزلز ده من ضمن الحاجات ومن ضمن الاكسبشنز اللي احنا اتفقنا عليها في المحاضره الثالثه، ان هو بيروح له سيمبا اونلي، والسويت جلاندز كانت بتروح لها سيمبا اونلي. فاذا حضرتك لو وقفت عملت شات داون للعصب السيمبا اللي رايح للبلاد فيزل، هل في اي عصب تاني رايح له؟ لا، مفيش عصب تاني رايح له. تقول لي يا دكتور لا معلش، انت كنت قلت لي ان الباراسمباثيك بيعمل فازو دايليشن. قلت لك ايوه، بس مش بيعمله عن طريق دايركت، بيعمله اندايركت عن طريق نيتريك اوكسيد. لكن دايركتلي مين السيستم المسيطر على البلاد فيزلز؟ هو السمباثيك نيرفس سيستم. هنعرف كمان شويه في المحاضره الجايه ان شاء الله ان السمباثيك نيرفس سيستم
بيؤثر بشكل كبير جدا على كثير من البلاد فيزلز ان هو بيعمل لها فازو كونستريكشن. فلو انت قفلت السمباثيك نيرفس سيستم هيحصل ايه؟ هيحصل فازو دايليشن. نلاقي الضغط وطي. فاذا الافكت على البلاد فيزلز بيبقى باين قوي بسبب الجانجليونيك بلوكرز. ليه؟ لان البلاد فيزلز مش بيتحكم فيها غير سيستم واحد، فلما وقفناه الافكت بقى ظاهر وواضح. زي السويت جلاند، السويت جلاند مش رايح لها غير سيمبا، فانت لما توقف عصب السيمبا مش هتعرق مثلا. طب في حاجات تانية بيبقى الباراسمباثيك هو الدومينانت، زي الهارت، زي الاي، زي الجي اي تي، زي الاكزوكراين جلاندز. كل دول الباراسمباثيك جانجليا هي الدومينانت وهي المؤثره. فلما هوقف الجانجليا الاعضاء دي يحصل ايه؟ كاني وقفت عنهم الاشاره بتاعت الباراسمباثيك، فنلاقي مين اللي زادت؟ اشاره السمباثيك. فهمت معنى الكلام ده؟ يعني يلا عدي. بيقول لك ريرلي لما نلاقي الادويه دي بتستخدم ثيرابيوتيكلي وادويه موجوده في السوق، ولكن بنقدر نستخدمها از اكسبيرمنتال فارماكولوجي وموجوده نوعا ما في الكلينيكال اكسبيرمنتس. في تجارب بتتعمل على دوايين، عايزك تعرف اسمهم وخلاص. ايه هم الدوايين دول يا دكتور؟ يعني انا مش عايز من حضرتك حاجه غير انك تعرف اسمهم. ترايميثافين او ترايميثافان. ترايميثافان ده بيعمل ايه بكل بساطه؟ الراجل ده بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز اللي موجوده على السمباثيك جانجليا. فلقينا ان الافكت بيؤثر على ضغط الدم. فلو حصل والمريض دخل في هايبرتنشن، emergency hypertension during surgery مثلا، لقوا ان من ضمن الحاجات الترايميثافين ده من الحاجات اللي بتلحق ضغط الدم بشكل سريع جدا. يعني فرضا مريض ضغط دمه بقى رقم رهيب، بقى رقم كبير جدا، واحنا عايزين نلحقه كامرجنسي، نعمل ايه؟ ندي عمك الترايميثافين ده بيقفل ايه؟ بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز، فبالتالي هيقفل السمباثيك جانجليا اللي في الجسم كلها طبعا، بما فيها الجانجليا اللي هي راحه للبلاد فيزلز، فيعمل فازو دايليشن، يكبر الاوعيه الدمويه، فضغط الدم ماله؟ يضرب، يقع. فناخده امتى؟ ناخده في حالات ارتفاع ضغط الدم الامرجنسي. ده طبعا تحت التجارب، الكلام ده كله لسه كلينيكال براكتس يعني. طيب ميكاميلامين، تمام، ميكاميلامين ده بيعمل ايه يا سيدي الفاضل؟ الراجل ده بيشتغل في السي ان اس. فانا عايزك وانت بتذاكر كده، ترايميثافين ده له افكت على مين؟ على البلاد فيزلز، عشان تذاكر بذكاء للام سي كيو. اوكي، بيعمل ايه؟ يستخدم لضغط الدم، علاج الامرجنسي هايبرتنشن ديورنج امرجنسيز. ده الام سي كيو بيجي كده. طب ميكاميلامين ده بيروح السي ان اس، بيروح السي ان اس. الافكت النهائي بتاعه ان هو بيعمل ايه؟ بيبلوك السنترال نيكوتينيك ريسبتورز، بيبلوك السنترال نيكوتينيك ريسبتورز، بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز اللي في الدماغ. اوكي، لما ده يحصل الجسم از كومبنساتوري اكشن بيروح مطلع دوبامين وسيروتونين. طب نستفيد بده في ايه يا دكتور؟ قال لك الدوبامين ده بتاع اليوفوريا، بتاع الانبساط، بتاع الاحساس عارف انت يقول لك ايه؟ الدوبامين ده هرمون السعاده الحقيقي، والسيروتونين هو كمان برضه هرمونات السعاده. فنقدر نستخدم ده في الناس اللي بتبطل السجاير، الناس اللي هي بتسحب المخدرات. الناس دي بيعانوا من ايه؟ الناس دول بيعانوا ان دائما ابدا لما كان بيشرب نيكوتين زي السجاير او يشرب مخدرات، كان بيبقى في حاله يوفوريا بشكل مستمر، في حاله سعاده بشكل مستمر. فلما نوقف عنه السجاير او لما نسحب من عليه المخدر، بيبتدي يتاثر بشكل كبير ويظهر له اعراض نفسيه وجسديه، هرش بقى وعصبيه وزعل واكتئاب، فبتخليه عايز يرجع يشرب من جديد. قال لك فاذا لو هيبطل المخدر او يبطل السجاير اللي هو ماشي عليها، وانا بساعده بجانب ده بديله دواء يديله شويه يوفوريا، يحفز له افراز الدوبامين، حاجه بسيطه كده بحيث يصبره على الفتره بتاعه التبطيل دي، هتبقى حاجه عظيمه خالص. فالميكاميلامين الافكت النهائي بتاعه انه بيقفل النيكوتينيك ريسبتورز اللي في السنترال نيرفس سيستم، الان ان اللي موجودين في اللي هم الجانجليونيك نيكوتينيك في السنترال نيرفس سيستم. ده بيؤدي الى الريليس بتاع الدوبامين والسيروتونين. اوكي، فلما يطلع الدوبامين والسيروتونين يقدر يستحمل شويه الاعراض، هيلب ان سموكينج
سيسيشن. فدي الحاجات اللي انا حاطط لك تحتها خط، دي الحاجات المفتاحيه في الام سي كيوز، ده اللي تركز عليه عشان وانت بتذاكر ده اللي بيجي لك يعني. اوكي كده خلصنا من الان ان. نيجي لثالث عيله والاخيره في محاضرتنا، وهي الان ام، نيورو ماسكولار بلوكرز. ادويه احنا عملناها عشان تقفل الان ام اللي هم الريسبتورز اللي موجوده في النيورو ماسكولار جانكشن. طب استرجاع بسيط للاحداث. اولا الاستايل كولين بيتصنع في النيرف اندنج زي ما انت شايف، ثم يتخزن جوه فيسيكلز، ثم ننتظر الكالسيوم يبتدي يدخل بمجرد ما يحصل ديبولاريزيشن. اول ما يوصل الاشاره العصبيه هنا فيحصل ديبولاريزيشن، فالديبولاريزيشن ده يروح فاتح الكالسيوم شانلز لان هي فولتج جيتد كالسيوم شانلز، يخش الكالسيوم يفرقع لي الفيسيكلز، فالاستايل كولين يحصل له ريليس فين؟ في الساينابس اللي قدامك ده. طيب انا لو عايز امانع مفعول الاستايل كولين فين؟ في النيورو ماسكولار جانكشن. هو انا فين دلوقتي؟ هنا كده انا في النيورو ماسكولار جانكشن، التقاء عضلي عصبي. انا هنا عند فين؟ انا هنا عند السكيليتال ماسلز، صح كده؟ ده المكان اللي انا بتكلم، ده اللي انا بتكلم بشرح عنده ومهتم بيه. فانا لو عايز امنع العضله من الانقباض، مثلا مريض عندي هايج متعصب جدا عايز اهديه زي الناس اللي في المستشفى النفسي، او واحد هيخش على العمليات ومش عايزه يتحرك، عايز ادبه بمشرط كده ما يتحركش، فلازم اكون منخيله عضلاته الهيكليه كلها. هنعمل ده ازاي؟ قال لك والله خلاص، مش الاستايل كولين بيخرج ويقعد يدور على الان ام، ده الان ام اهو، ويمسك فيه والعضله تروح شغاله، دي المصل. قال لك خلاص عندك اختيار، هو انك ايه؟ امنع الريليس، امنع ان الاستايل كولين يفرز اصلا عند العضلات الهيكليه. طب ده كان بيتعمل بايه يا دكتور؟ كان بيتعمل بالبوتولينيوم توكسين، والدكاتره عندكم قرروا ما يدوهولكمش بس انا لازم اقوله لك. البوتولينيوم توكسين ده اللي بيستخرج من من بكتيريا موجوده في الفسيخ حتى، عشان كده الفسيخ يقول لك في نيوروتوكسين. اتعمل منه البوتوكس، بتركيزات صغنونه خالص 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 خالص، تتحقن في الوش، فتعمل ايه؟ تعمل باراليسيس لعضلات الوش، تشل عضلات الوجه، فعضله الوجه تفرد، فالتجاعيد تروح. هو ليه العضله مجعده؟ ليه عضلات وشك مجعده مكرمشه مع السن؟ ليه؟ حصل من كتر الماسل كونتراكشن الدنيا هنا العضله اترهلت وما بقتش واخده قوامها، مش مشدوده. فقال لك خلاص احنا نشدها ازاي؟ هنعمل لها الباراليسيس، نديها حقنه بوتوكس ده بيبقى عباره عن ايه؟ بوتولينيوم توكسين. فيعمل ايه؟ يعمل باراليسيس للعضلات بتاعه الوش، فعضله الوش ايه؟ تبقى مشدوده. خدت لي بالك من الحته دي؟ فالبوتولينيوم توكسين بيستخدم استخدام لوكال موضعي لحاجات كوزماتكس، لكن مش بستخدمه في حاجه ثانيه. حاجه ثانيه يبقى سم يموتك. ده كان اسلوب امنع الاستايل كولين انه يخرج اصلا، فالعضله اللي قدامه مالها؟ بارالايزد، ما بيجيلهاش حاجه. طب حلو. رابع شكل او الخطوه رقم 4 ان الاستايل كولين يمسك. قال لك خلاص مش انت عايز تمنع الاستايل كولين، اعمل دواء شكله مدور شبه الاستايل كولين، يبقى كل شغلته انه يخش يسد الاماكن، يبلوك الريسبتور وما يشغلوش. دول اللي هنتكلم عنهم حالا. فاذا الستايل رقم 2 ان انا هعمل بلوكرز، نيورو ماسكولار بلوكرز، اللي هي العيله بتاعتي. تمام كده؟ تمام. طيب هو اصلا الاستايل كولين لما بيمسك بيحصل فيه ايه؟ بيحصل له ديجراديشن بالاسيتايل كولينستريز. وبذكر الاسيتايل كولينستريز تعال اقول لك على معلومه مهمه هنحتاجها كمان شويه. بص يا سيدي الفاضل، الاسيتايل كولينستريز بيتكتب بالاختصار ده عشان لو انت مش عارف. في منه نوعين، اتمنى تكونوا خدتوا المعلومه دي في حته قبل كده. في الترو اسيتايل كولينستريز، اسيتايل كولينستريز الحقيقي، وفي السودو اسيتايل كولينستريز اللي هو البيوتايل مش عارف ايه كده. ايه الفارق ما بينهم يا دكتور؟ قال لك الراجل المحترم ده موجود في الساينابس،
موجود في الحته اللي فيها هنا، موجود هنا في المكان ده، موجود هنا الانزيم موجود في المكان ده، فيقدر يكسر الاسيتايل كولين اللي موجود في السينابس على طول. حلو كده. طيب الراجل المحترم السودو ده موجود فين؟ ده موجود في البلازما، مش موجود في السينابس. تمام. خد المعلومه دي، اوقات في بعض البشر عندهم جينيتك فاريشن يسبب يبقى ما عندهمش الراجل المحترم ده. في بعض البشر اتولدوا عندهم حاجه جينيه مخلياهم جسمهم خالي من السودو ده، ما عندهمش السودو ده. تقول يا دكتور طب ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ الاثنين اسيتايل كولينستريز، الاثنين اهو بص، الاثنين بيكسروا الاسيتايل كولين. كده يعني الفرق في تواجدهم في المكان. يس. امال انت بتقول المعلومه دي ليه؟ هتفهم كمان شويه بالظبط بقول لك المعلومه دي ليه. طيب اوكي. فاذا بيحصل له ديجراديشن ثم ريسايكل. فاذا انا عندي ستايلين، يا اما امنع الريليس عن طريق البوتولينيوم توكسين او السبايدر فينوم سم الافاعي، او ان انا اعارض اعمل بلوك للريسبتورز دي. واتفقت ان الستايل الاولاني هو سموم مش حاجه ادويه بنستخدمها. امال الادويه بقى اللي ايه؟ اللي هم النيورو ماسكولار بلوكرز. يلا بينا يلا بينا. النيورو ماسكولار بلوكرز يا عزيزي هنلاقي منهم نوعين، نون ديبولارايزنج اللي هم اسمهم الكومبيتيتيف بلوكرز، وديبولارايزنج اللي هم النون كومبيتيتيف. طيب عشان نفهم الفرق بينهم تعال اقول لك هو السيناريو الطبيعي. السيناريو الطبيعي للاسيتايل كولين بايندينج تو ان ام. هو الاسيتايل كولين لما بيمسك في الان ام ايه السيناريو الطبيعي؟ ايه اللي بيحصل؟ قال لك يا سيدي الفاضل اهو، فرضا ده الريسبتور. تمام. حلو كده، ده الريسبتور بتاعي. عظيم. الاسيتايل كولين اهو كوره لونها اسود، هتيجي تبايند في المكان بتاعها. عظيم. ده المشهد رقم واحد. طيب المشهد رقم اتنين ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ اهو مسك الاسيتايل كولين وحصل اكتيفيشن. عظيم. وخد وقته، خد وقته اللي هو ايه؟ ملي سكندز. طيب مشهد رقم ثلاثة. هتلاقي الاسيتايل كولين بص ايه اللي حصل له ده؟ اتكسر حتتين. وبص مين اللي قسمه وشقه نصين ده؟ اعتبر ان دي سكينه. ماشي. مين اللي شقه نصين عشان يعمل له ترمينيشن للاكشن بتاعه؟ اها ده الاسيتايل كولينستريز انزيم. شقه نصين termination of action. يبقى ده السيناريو الطبيعي. السيناريو الطبيعي ان الاسيتايل كولين بيخش يشتغل شغله ويجي الاسيتايل كولينستريز ينهي مفعوله. طب حلو. اوكي. قال لك ايه بقى؟ احنا عايزين نعمل دواء يخش يبلوك الريسبتور. انا مش عايز الريسبتور ده يحصل له اكتيفيشن، انا مش عايز المصل يحصل لها كونتراكشن. اهو كونتراكشن لما حصل اكتيفيشن، كونتراكشن اوف مصل، صح كده؟ انا مش عايز الخطوه دي تحصل، الخطوه رقم دي مش عايزها تحصل. فاذا قال لك نعمل ايه؟ ادي السيناريو ده سيناريو A وده سيناريو B. سيناريو B بص يا عزيزي، ادي الخليه وادي الريسبتور بتاعي اللي هو مين؟ اللي هو الان ام، صح كده؟ الريسبتور بتاعي بص
ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده مين ده؟ ده احنا اول مره نشوفه ده. قال لك ده مين؟ ده بلوكر، دواء احنا عاملينه عشان يعمل بلوك للريسبتور. فالاسيتايل كولين الطبيعي ما يبقاش عارف يخش، مش عارف يمسك الريسبتور، معمول له بلوك. عظيم. فاذا المنظر اللي انت شايفه ده بلوكر من انهي نوع؟ قال لك المنظر ده البلوكر الطبيعي اللي هو النمطي جدا. يعني ايه النمطي جدا؟ اللي كنا بنطلق عليه كومبيتيتيف بلوكر. ولو تفتكر معايا من المحاضرات الاولى، الكومبيتيتيف بلوكر ده كنا بنواجهه ازاي؟ فاكر لما كنا بنتخانق على الكراسي؟ كان لما الاسيتايل كولين يبقى تركيزه اعلى يجيب صحابه، يبقى بقوا 3 قصاد 1، تركيز الاسيتايل كولين هنا اصبح اعلى. فيعمل ايه؟ يروح الراجل المحترم ده واخد بعضه وخالع يمشي. ياخد بعضه وايه ويمشي، ويروح داخل الاسيتايل كولين ماسك. فاذا الكومبيتيتيف بلوكرز نقدر نواجه مفعولها او ننهي مفعولها عن طريق الكومبيتيشن، المنافسه. يعني ايه عن طريق الكومبيتيشن؟ يعني انا عايز انهي المفعول بتاعه، الراجل البلوكر ده انا عايز انهي المفعول بتاعه، اوقف مفعوله بقى خلاص. اعمل ايه؟ اروح مدي حاجه ترفع كميات الاسيتايل كولين، فيروح البلوكر ده واخد بعضه وماشي. ايه ده؟ مين اللي كان بيرفع كميات الاسيتايل كولين اللي جبنا سيرته في المحاضره اللي فاتت؟ بالظبط، فيزوستجمين والنيوستجمين. حلوه دي؟ حلو. طب الكومبيتيتيف دول اللي هم اسمهم ايه؟ دول اللي اسمهم النون ديبولارايزنج. نون ديبولارايزنج. حلو كده؟ نون ديبولارايزنج بلوكرز، ان دي بي. كويس خالص. عندي سيناريو سي. ايه سيناريو سي يا دكتور؟ ادي الريسبتور. تمام. دخل عليه دواء اهو. الدواء ده عمل فيتنج. مش بس عمل فيتنج، لا بص هو يعني اولا ادي الاسيتايل كولين على جنب اهو، مش عارف يخش. ليه؟ في واحد دخل واقف مكانه. ومش بس عمل فيتنج، ده عمل كمان ايه؟ اكتيفيشن. في البدايه في فيز 1 بدايه ده دخل وعمل اكتيفيشن، يعني عمل كونتراكشن، العضله انقبضت. قال له يا دكتور انت مش قلت بلوكر؟ بلوكر يعني انتاجونست بيمسك ومش بيشغل، ده مسك وشغل، ازاي بقى اسمه بلوكر؟ قال لك انه بعد قليل، بعد مده بسيطه، بص اللي هيحصل دلوقتي ده هو اهو. يعني اعذروني في رسمي معفن، انا اسف، بس بحاول ابسط لكم الفكره على قدر الامكان. مسك اهو، بص، logged inactivated unresponsive. يقول لك فضل مشغل الريسبتور لغايه ما هنج وما بقاش شغال. الريسبتور باظ، نقدر نقول الريسبتور هنج وباظ. فضل شغال مده اطول من الطبيعي بتاعه لغايه ما باظ. طيب يا ساتر يا رب، احنا قلنا يا دكتور ماشي يعني اوكي 100 100 هيجي خلاص، بس احنا امان. هتقولي احنا امان اهو، الراجل ده شبه ده شويه، بس يعني خليني ارسمه لك شبهه. المنظر اللي انا رسمه ده مش حلو.
عشان ابين لك الفكره. انا السكينه بتاعتي اللي هو الاسيتايل كولينستريز ده، السكينه بتاعتي دي بتقطع ايه؟ بتقطع الدوريات. والراجل بتاعي ده ايه؟ ده دوريه. حلو. السكينه بتاعتي اللي هو الاسيتايل كولينستريز اهي، الاسيتايل كولينستريز هيجي يقطع؟ مش عارف. قال لا ليه؟ قال لك اصل السكينه بتاعتنا بتقطع الكور السوداء اللي هو الاسيتالكولين، لكن ده كره زرقاء، ده شكل مختلف. الاسيتالكولينستريز مش عارف يكسره. واحد يقول لي طب ما تيجي نعمل زي اللي فوق. هقول لك اللي فوق ده كان كومبيتيتيف. كومبيتيتيف يعني ايه؟ يعني هو بيفك عن طريق كومبيتيشن. لو كميه الاسيتالكولين عليت هو يفك. انما ده لا، النوع ده مش كومبيتيتيف، ده اسمه ديبولارايزنج، ده نون كومبيتيتيف. يعني ايه ديبولارايزنج ده يا دكتور؟ قال لك بيخش يبوظ الريسبتور مش بيفك. هو ما بيفكش بالكومبيتيشن، هو بيخش يربط نفسه في الكرسي، ولو عرفت تخرجني فرجني. قال لا، طب طالما الاستايل كولين ستريز مش عارف يكسره، هنعمل ايه؟ ما ده ممكن يموت، ده ممكن يبهدل الدنيا، ده ممكن يدشملنا. يعني ده في الفيز الاولانيه بيشغل الريسبتور ويفضل مشغله لغايه ما يهنج، اللي هي الفيز رقم 2. فمعنى كده ان عضلاتي هتفضل مشلوله للابد، الريسبتورز هتبوظ، مفيش حاجه هتحل الموضوع. قال لك من حكمه ربنا، ارجع ورا، ان انا عندي سودو اسيتايل كولينستريز وترو اسيتايل كولينستريز. الترو اسيتايل كولينستريز ده اللي هو السكينه الحمراء اللي كانت بتكسر انهي كور؟ كانت بتكسر الكور السوداء. طب الراجل الجديد اللي احنا عملناه ده اللي هو الديبولارايزنج ده كان كوره مالها زرق. قال لك الاسيتايل كولينستريز احنا عملنا له سيف. سيف يبقى ايه بقى؟ نخلي اللون ايه؟ نختار اللون الاصفر. اللون الاصفر مش مشكله. عملنا له سيف اصفر يقدر يفلقه نصين. فالسودو اسيتايل كولينستريز قادر على تكسير النوع ده من الادويه. الحمد لله. طيب يا دكتور، انت قلت لي ان الاسيتايل كولينستريز موجود في البلازما، ازاي هيوصل لمنطقه النيورو ماسكولار جانكشن؟ ازاي هيحصل ويتسلل ويروح هناك؟ قال لك ما هو بيحصل ديفيوز بسيط ما بين البلازما والسينابس، يعني يقدر يتحرك ويتنقل. فاذا لو حضرتك عندك سودو اسيتايل كولينستريز طبيعي وموجود في دمك بكميات طبيعيه، ما تقلقش، انت هتفوق والافكت بتاع الراجل ده هيتكسر، ولكن مش هيبقى بنفس السرعه العاديه بتاعه الاسيتايل كولين. ولو جيت فكرت بالموضوع بمنطقيه، ما منطقي، انا عايز اعمل مخدر. عايز اعمل ايه؟ مخدر. لو انا عملته زي الاسيتايل كولين ان العضله تنقبض وتريلاكس على طول في ملي سكند، ما كناش عرفنا نخدرك. لكن انا عايز اخدرك ربع ساعه، عايز اخدرك ساعه، عايز اخدرك ساعتين، دي مده طويله. فبديك دواء يكون شبه الاسيتالكولين، يخش يقفل النيوروماسكولار جانكشن، وفي نفس الوقت ما يبقاش بيتكسر بالاسيتالكولينستريز العادي اللي هو السكينه الحمراء العاديه، عشان لو بيتكسر بيها كان خد وقت قصير جدا ومفعوله راح. فمن حكمه ربنا عز وجل، اللي ربنا ادانا نفحه منها، احنا فكرنا في الفكره دي ان احنا نعمل كومباوند ما يتكسرش بالاسيتايل كولينستريز العادي، ولكن يتكسر بمين؟ بالاسيتايل كولينستريز السودو. يتكسر بعد وقت اطول من العادي، عشان بس ما تقولش وقت طويل ودماغك تسرح، اطول من العادي. تمام يا شباب؟ الفارق ده مهم جدا جدا جدا، يفهمك الدنيا احسن من اي حد. يعني تبقى انت بص راجل برنس فاهم الدنيا كده وفي السكامانس. طيب، فاذا النيورو ماسكولار بلوكرز عندي نوعين: نون ديبولارايزنج اللي هم الكومبتيتيف بلوكرز، والاختصار بتاعهم سي ان ام بي، كومبتيتيف نيورو ماسكولار بلوكرز. دول بيمسكوا في الان ام وزاويه ستيميوليشن، دول ما بيعملوش مرحله في الاول اللي هي بتاعه التحفيز دي. اهو مسك
وعمل ايه؟ ان اكتيفيشن على طول، ان اكتيفيشن من اول مره، ما عملوش مرحله في الاول ثم مرحله، لا هو من اول مره عملوا ان اكتيفيشن. اوكي طيب مين الليدرز بتوع العيله دي؟ مين البروتوتايب بتاع العيله دي؟ العيله دي كان البروتوتايب بتاعها سم زمان كده في العصور الوسطى، او مش في العصور الوسطى، كمان قبل العصور الوسطى في القدماء يعني. الكيورار، الكيورار بويزن ده كان الكالويد لقوه جوه نباتات، بيعوصوا السهم اللي بيصطادوا بيه الغزلان والحصنه والكلام ده كله، فالسهم يضرب في الغزاله مش هيموتها، فالغزاله تجري لها 100 متر 200 متر، يكون السم اللي على طرف السهم ده دخل في دمها فيشلها، يعمل لها نيورو ماسكولار ريلاكسيشن باراليسيس لكل عضلاتها الهيكليه، فترقد في الارض ما تعرفش تتحرك. في نفس الوقت ايه؟ ما ماتتش، فهم ياخدوها ويكتفوها ويشيلوها وتبقى فريش معاهم، يقدروا يذبحوها في اي وقت. فكان من ضمن السموم العصبيه اللي هو الكيورار. طبعا احنا ما ينفعش نستخدم الكيورار، فعملنا التيوبو كيورارين، ده كان البروتوتايب الكدواء يعني. التيوبو كيورارين هتلاقوا دايما العيله دي الاسم فيه كيور كده في النص، تمام. عملناهم از ايه؟ انستيزيا في التخدير. بصوا يا شباب، العيله دي سواء النوع ده او النوع ده بيستخدموا في التخدير، عشان بس ما تبقاش فاكر ان العيله دي بتاعت المصل ريلاكسنتس اللي احنا بنبيعها في الصيدليات، اللي هو بقى المالتي ريلاكس والدمرا والدانتي ريلاكس والحاجات دي. لا، مش دول اللي احنا بنتكلم عليهم. الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها قدامك دلوقتي دي بتاعت النيورو ماسكولار بلوكرز، لكن الحاجات اللي بتتباع في الصيدليات دي بتبقى سنترال، ده قصه ثانيه، دي قصه ثانيه. لكن دول بيشتغلوا بريفرال على ايه؟ على العضلات الهيكليه نفسها. حلو. طيب العيله زي ما انت شايف بتاعت اللي هي البروتوتايب بتاعها التيوبيوكرارين اللي هم اصلهم كيورار، قال لك الافكت بتاعهم، وده مهم جدا بيجي ام سي كيو. بيبتدوا الافكت بتاعهم ايه؟ العضلات اللي بتتشل الاول او بتقف الاول؟ قال لك العضلات الصغنونه، ثم الاكبر، ثم الاكبر، ثم الاكبر. تلاقي الاي ماسلز، بعد كده الفيس، بعد كده الفارنكس، بعد كده الليمبس، بعد كده الريسبيراتوري. طبعا الشخص في العمليات بيبقى محطوط على فنتليتور، فكده كده الرئه في امان طول ما احنا مشغلين جهاز تنفس صناعي. فاذا بالترتيب ده، الترتيب ده مهم. ولما حضرتك بنيجي نفوقك من البنج، خلي بالك ده مش البنج، يعني الرجاله الحلوه اللي قدامك دي دول مش البنج، دول مش المخدرات، لا. المخدرات دي اللي بتذهبك عن الوعي. امال ايه؟ الانستيزيا، دكتور الانستيزيا ده اهم دكتور في اوضه العمليات. ليه؟ لان هو بيديك ميكسشر من الادويه، ميكسشر، بيديك ميكس من حاجات كتير جدا. من ضمن الحاجات دي ماسل ريلاكسنت، يديك حاجه توقف السكيليتال ماسلز. فبيبقى واحد من الرجاله الحلوين دول جزء من الخلطه اللي انت بتاخدها، يبقى متاخد لهدف ايه؟ انه يرخي لك عضلاتك، بحيث ما نديش جرعه كبيره جدا من المخدر، لان لو اديت جرعه كبيره من المخدر له اعراض جانبيه ومشاكل ثانيه ممكن تموت. فاذا من ضمن الحلول اللطيفه ان انا ادي مخدر بحاجه بسيطه يذهبك عن الوعي، وفي نفس الوقت السكيلتال ماسلز ايه؟ اكون انا موقفها ونهيها عشان خاطر ما يبقاش في حركه مثلا لا اراديه وانت شغال. ما انت ممكن تبقى ذاهب عن الوعي لكن جسمك بيتحرك حركه لا اراديه، عضلاتك بتتحرك، لكن هنا انا مانع عضلاتك خالص ان هي تتحرك وانا شغال، عشان لا قدر الله هو دكتور شغال بمشرط تروح انت رافس برجلك ولا حاجه يروح راجل قاطع لك رقبتك. فيعني المهم، فده الترتيب اللي بيحصل بيه الباراليس من العضلات الصغنونه للعضلات الكبيره. لما بيجي نفوقك من البنج، لما بيجي يفوقك من البنج جسمك بيستعيد السيطره بالعكس، ريفيرز، ريفيرز مانر. يعني ايه ريفيرز مانر؟ يعني ثم باجي هنا الريسبيراتوري بيبقى رقم 1، الليمبز رقم 2، 3، 4، 5. فمن حكمه ربنا عز وجل برضو انك لما تيجي تفوق الريسبيراتوري اول واحد بيفوق، عشان دي بتيجي ام سي كيو، بتيجي في الفاينل دايما. يقول لك لما بتيجي تفوق، لما بتيجي تفوق من الباراليسيس بتاع السكيليتال ماسلز، ايه العضلات اللي بتفوق الاول؟ او ايه المانر، ايه الترتيب؟ رتبهم لي. ده بتيجي فعلا في الامتحانات. اوكي طيب، ايه اللي بيوقف مفعول العيله اللطيفه بتاعت الكيورار دي اللي فيها الكيورارز دي؟ اللي بيوقف مفعولها زي ما اتفقت معاك هو كومبيتيتيف. فاذا اللي بيوقف مفعولها ان انا ازود الكونسنتريشن بتاع الاستالكولين، انك تدي مين؟ اسيتايل كولينستريز انهبيتورز. فده كده يا حبيبي يعتبر الانتيدوت.
ده اللي هينهي المفعول بتاع العيله دي. فالانتيدوت مين هيبقى؟ النيوستجمين. نيوستجمين. طب اشمعنى ما قلتش فيزوستجمين؟ لان احنا بنتكلم بريفرال، الفيزو ده بيروح سنترال وبريفرال، انا هنا النيوستجمين هو افضل اختيار بالنسبه لي. تمام تمام. كلينيكال يوز استخدمهم كايه؟ زي ما قلت لك بيستخدموا في الميكشر بتاع التخدير. تمام. اهو تو يوز ا لور دوز اوف انستيزيا، عشان استخدم كميات تخدير قليله فندي ماسل ريلاكسنت. تمام. طيب وكمان يستخدموا از سكيليتال ماسل ريلاكسنت فور اندوتراكيال انتيوبيشن. نفس النظام، انت هتدخل لواحد تيوب في العمليات، هتدخل له فينت، هتدخل له تيوب كده في ال رئته او في زوره، فكرد فعل عكسي انت بتبقى ايه، عايز ترجع او بتقفل بقك او بتكلبش بقك، ما بتبقاش عايز تفتحه. فده ايه؟ يرخي لك السكيليتال ماسلز بتاعتك. اوكي طيب ماشي. السايد افكتس، عندك السايد افكتس في واحد في العيله دي مريع جدا، وهو الاتراكيورام. بيعمل حاجتين، الراجل ده بيعمل سيجرز، وكمان له ميتابولايت مش مهم الاسم بتاعه خالص، ولكن الميتابولايت ده بيحصل منه حساسيه شديده جدا، والحساسيه دي بينتج عنها برونكوسبازم، رئتك بتكولابس، بتقفل، بتنقبض، فالهواء ما بيعرفش يخش. فالاتراكيورام خطير جدا، بيحصل منه حساسيه، بيحصل منه سيجرز. فعملوا منه السيس فورم بتاعه، السيس اتراكيورام، لقوه افضل واحسن من اخوه. دي بتيجي ام سي كيو. ايه هي بقى اللي بتيجي ام سي كيو؟ على حسب، في سنه يسالوا لك على يا ترى مين افضل واقل اعراض جانبيه، السيس اتراكيورام ولا الاتراكيورام؟ هتقول له السيس اتراكيورام. هيقول لك في سنه ثانيه يسالك يقول لك هي السيجرز بتحصل في مين من دول؟ مين في دول اللي بيعمل سيجرز؟ هتروح تقول له الاتراكيورام. مهم جدا، الله يخليك، دي تيجي في الامتحانات، ذاكرها عشان خاطري. طيب دي العيله بتاعت النون ديبولارايزنج اللي هم الكومبيتيتيف بلوكرز. العيله الثانيه بتاعت الديبولارايزنج ايجنتس اللي هو اللي بيمسك اللي يعرف يخرجني يفرجني. دول العيله اللي بيخش يمسكوا، ولا كومبيتيشن بقى ولا مش كومبيتيشن. طيب ده بيخش الاول بيميميك الاسيتايل كولين without being degraded by الاسيتايل كولينستريز، محدش هيعرف يكسره، الترو اسيتايل كولينستريز مش هيعرف يكسره. مين اشهر ناس في العيله دي؟ الساكسينايل كولين، دي كاميسونيوم، دي كاميسونيوم، تمام كده. بس ده اهم واحد وده اللي بتسالوا عليه دايما، الساكسينايل كولين ده اشهر واحد في العيله دي، اللي هم الايه، الديبولارايزنج ايجنت. ديبولارايزنج ايجنت برضو من الحاجات اللي بتيجي ام سي كيو، هو الافكت بتاعهم. يقول لك مين في دول اللي بيعمل انيشيال كونتراكشن ثم فولويد باي فلاسيد باراليسيس؟ هو الساكسينايل كولين. ليه؟ لانه في الاول بيشغل الريسبتور، يعمل ديبولارايزيشن، شغل الريسبتور عادي والعضله انقبضت عادي. ثم بعد ذلك اولا اهو عمل ايه؟ عمل كونتراكشن فيز 1، ثم فيز 2 حصل ان الريسبتور هنج، فولود باي فلاسيد باراليسيس، ان الريسبتور ابتدى يهنج. اوكي طيب، والفيز 2 فيز 2 دي هي اللي مكمله لغايه ما يجي مين ويكسروا اهو الترمينيشن اوف اكشن. duration of action is dependent on the diffusion from the motor in the plate and hydrolysis by البلازما كولينستريز. مين البلازما كولينستريز ده؟ اللي هو البيوتايل كولينستريز او السودو كولينستريز. فتوقف مفعول الادويه دي معتمد على وصول عمك مين؟ السودو كولينستريز، عشان ينهي الموقف، اللي هو السكينه الصفراء. السكينه كانت السكينه صفراء ولا كانت السكينه ايه؟ كانت السكينه الصفراء. وصول السكينه الصفراء عشان تخلص على الموضوع وتنهي على الموضوع. فيا حسرته لو شخص عنده جينيتك بوليمورفيزم we doesn't have pseudo cholinesterase، اتولد وما عندوش في دمه سودو كولينستريز، ما حيلتوش غير الترو بس، مش عايش غير بالترو. الشخص ده طبعا هي حاله نادره جدا، جت حتى في دكتور هاوس في حلقه من الحلقات بس انا مش فاكرها. الشخص ده حظه عسر جدا، ليه؟ مش بيفوق، بنيجي نفوقه ومش بيفوق، او بنستنى عضلاته ترد
ورئته تشتغل مش بترد. يا نهار ابيض، بيخش في حاجه اسمها برولونجد ابنيا. يعني ايه؟ التنفس بتاعه قطع نفس طويل لمده طويله. احنا متعودين ان الناس خلاص خلصنا العمليه وبنفوقهم رئتهم بتشتغل على طول بعد 5 دقائق 10 دقائق. الراجل ده لا، ما فيش. يعملوا له تحليلات جيناتيك، اكتشفوا الموضوع ده بعدين. ده دمه ما فيهوش ايه؟ ما فيهوش السودوكولينستريز. طب الحل بتاعها اديله سودوكولينستريز، حقنه كده في دمه سودوكولينستريز هتحل الموضوع على طول. ولكن لازم تبقى عارف البرولونجد ابنيا دي بتحصل في مين؟ عند السكسنايل كولين. يعني ايه برولونجد ابنيا؟ عشان خاطر في الشفوي، برولونجد ابنيا دي نتيجه ان الشخص ده عنده جينيتيك بوليمورفيزم، فما عندوش سودو كولينستريز في دمه، فبالتالي السكسنايل كولين will be attached او bind to او will be bound to the receptor forever. لازم ندي احنا من بره حقنه سكسنايل كولين عشان نحل ندي حقنه سودو كولينستريز عشان نحل الازمه دي فورا يعني. اوكي يا شباب؟ طيب العيله دي شورت ديوريشن حتى عن العيله اللي قبلها، مفعولهم قصير، ودي حاجه مميزات بتخلينا نستخدم السكسنايل كولين ونحبه، يعني ان هو بيبقى مفعوله قصير. فالمفعول القصير ده لقينا ان احنا ممكن نستخدمه مش عشان التخدير بقى، عشان ده هنعمل عمليه، لا والله انا عايز اعمل اندوتراكيال انتيوبيشن. واحد مريض كورونا مثلا وفايق لسه، بس نفسه مش لازم احط له فنتليتور، فعشان احط له الفنتليتور ويهدى ويبطل كحه ويبطل حركه ومش عارف ايه واعرف اركز عشان ادخل التيوب للرئه بتاعته، يدوا له الحقنه دي سريعا كده تخلي عضلاته كلها مرخيه على طول في مينت، في اقل من مينت كمان. وكمان يبقى انت الاندوتراكيال انتيوبيشن في السيرجري استخدم الناس اللي هي الايه اللونجر ديوريشن دول، عشان خاطر سيرجري هنطول. لكن لو عايز اعمل اندوتراكيال انتيوبيشن لواحد كريتيكالي ال سريعا انا عايز اهديه فورا، ادي الحاجات اللي هي الشورت ديوريشن اللي هو السكسنال كولين. طب لو عايز اركب لواحد مريض نفسي عنده صرع وعنده وبيتخانق معايا ومش عارف ايه، عايز اهديه عشان خاطر اعمل له جلسه كهرباء او عشان خاطر انيمه على السرير بتاعه عمال يضرب فينا ويكسر ويشتم ويعمل. شوفهم كده في الافلام بيديله حقنه على طول في اهو بتلاقيه هدي على طول. الحقنه دي حقيقيه، ده سكسنال كولين، فيري رابيد اكشن، فيري رابيد اكتنج وشورت ديوريشن. اوكي يا شباب؟ اهو ماسل ريلاكسيشن في الالكترو كونفالسيف ثيرابي، بنهديه بس عقبال ما نركب له المجسات بتاعه الكهرباء دي عشان خاطر نعمل له جلسه الكهرباء.